أهلا وسهلا بيكم في تامن حكاية من حكايات بارة المألوف. في سؤال بقاله فترة بيدور في بالي وحبيت أشارككم التفكير فيه، فعايزاكم تتخيلوا كده معايا إن أنت رايح رحلة لمدة 3-4 أيام في مكان ما، وبرنامج الرحلة فيه يوم كامل هتقضيه في مملكة الآدمية. ولما وصلت هناك لقيتهم بيقولوا لك علشان تدخل لازم تتجرد من كل حاجة، تتجرد بقى من ألقابك سواء دكتور، مهندس، مدرس، من اسم عيلتك، حالتك الاجتماعية، سنك، جنسيتك، أي حاجة وكل حاجة بتعبر عنك. ودخلت لقيت جوه ناس برضو موجودين زيك تجردوا من كل حاجة وسابوها على الباب المملكة. فاحنا بقى قاعدين يوم كامل، فعايزين نبدأ نتعرف عليهم ونعرفهم على نفسنا. عايزاك تقولي هتعرف نفسك ازاي؟ يعني احنا سيبنا كل حاجة ممكن نعرف بيها نفسنا على باب المملكة، فانت المفروض لما تدخل تقول لهم انت مين. السؤال ده بيحطنا قدام نفسنا قوي، وفي الحقيقة انا معرفتش اجاوب عليه. يمكن قلت كلمة او كلمتين عبرت فيهم عن نفسي، بس طبعا هي دي مش نفسي الحقيقية. ولقيت انه انا كنت فاكرة انه الحاجات اللي انا سبتها على باب المملكة دي هي نفسي، بس طلع الموضوع اكبر من كده بكتير. وطلع انه نفسي الحقيقية بتظهر في المواقف وفي المشاكل، ونفسي الحقيقية بتظهر لما اسمع من اكتر من حد بيقول مثلا ان انا برتاح في الكلام معاكي، او بتظهر لما حد يقول انتي جدعة قوي. وممكن في ناس تانية تظهر لما يتقال عليهم ده بيتفلسف كتير قوي. فهي دي نفسنا الحقيقية. احنا كنا زانقين نفسنا في نقطة كده وفاكرين ان هو ده احنا وبنعرف نفسنا بالطريقة دي، بس في الواقع انت اكبر واعمق من كده بكتير. طيب اعرف نفسي ازاي؟ عشان اعرف نفسي لازم افهم ان انا مكون من 6 حاجات: الجسم، العقل، الطفل، البالغ، المشاعر والاحاسيس، الروح والنفس. عشان كده لما يجي حد يقول على شخص تاني ده تصرفاته طفولية او بيتقمص او كده، معنى كده انه طاغي عنده تصرفات الطفل على باقي ال6 حاجات دول. وحتى تلاقي بين البنات يقولك دي شكل من بره بس، انما هي اصلا لما تقعد معاها تلاقيها دماغها فاضية ومش مهتمة بأي حاجة. ليه؟ لأنها مركزة على جسمها أكتر من أي حاجة تانية. عشان كده مطلوب مننا إننا نعرف نفسنا ونفهم مين طاغي على مين، ونعمل بقى انسجام وتناغم واعتدال ووسطية بين كل ال6 أجزاء دول. طيب أنا عرفت إني بتكون من 6 أجزاء، وبعدين بقى الخطوة التانية محتاج تقعد مع نفسك وتسألها 6 أسئلة تانيين. وهي إيه؟ أنا إيه القيم والمبادئ اللي مؤمن بيها وماشي عليها؟ إيه الأفكار اللي بدافع عنها؟ إيه هي اهتماماتي وهواياتي والحاجات اللي بتلفت انتباهي وبتخليني متحمس أنط من السرير؟ مزاجي العام منفتح ولا منطوي ومش بتقبل الاختلاف؟ ايه هو هدفي من وجودي في الحياة اصلا؟ انا بعمل ايه وعايز اوصل واحقق ايه؟ ايه هي نقاط قوتي وضعفي وايه اللي بيألمني؟ اعتقد اننا بعد ما نجاوب على الاسئلة دي كلها هنكتشف نفسنا الحقيقية. وانا جاوبت على 3 أسئلة من الأسئلة دي ولسه بكتشف نفسي اكتر واكتر، ولقيت انه في حاجات كتيرة قوي ما كنتش عارفاها عني، واتبسطت قوي بالإجابات صراحة. وحاسة ان احنا لو عرفنا نجاوب الأسئلة دي كلها هنبقى نسخة أفضل من نفسنا، وهنوصل لسلام داخلي، وممكن نحل مشاكل كتير كانت عندنا. فعايزاكم تقولولي
هل انتوا فعلا عارفين نفسكم الحقيقية ولا لأ؟ هل لو رحت مملكة زي مملكة الأدمية وطلبوا منك تسيب كل حاجة على الباب وتعرف بنفسك، هتعرف ولا مش هتعرف؟ هنتظر إجابتكم. استنوني في حكاية جديدة. دمتم بخير. ريم محمود.